يشرفني اليوم أن أكون أمامكم في هذه اللحظة التي تمثل تتويجاً لرحلة علمية لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والتجارب التي صنعت مني ما أنا عليه اليوم. لقد بدأت هذه الرحلة من اليمن، من صنعاء تحديدا، حيث خطوت أولى خطواتي في الدراسات التمهيدية، وكنت حينها أحمل شغفا كبيرا وطموحا لا يعرف التوقف. ورغم تفوقي آنذاك لم تكتمل تلك المرحلة لأسباب قاهرة، لكن الحلم لم ينطفئ. وفي عام 2023 كتب لي أن أستأنف هذه المسيرة من أرض مصر الحبيبة في معهد البحوث والدراسات العربية، حيث وجدت بيئة علمية داعمة واحتضانا أكاديميا وإنسانيا كان له بالغ الأثر في استمرار وإتمام هذه الرسالة. ومن هنا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على ما قدمته من دعم واحتواء، فقد كانت بحق وطنا ثانيا احتضن حلمي وساعدني على تحقيقه. كما لا يفوتني أن أعبر عن امتناني العميق لوطن اليمن الذي يسكن قلبي، وكان وما زال الدافع الأكبر لكل خطوة أخطوها. فكل إنجاز أحققه هو امتداد لانتمائي له وأمل في مستقبله. وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأساتذتي الكرام الذين كان لتوجيهاتهم العلمية ودعمهم المستمر الأثر الكبير في إنجاز هذه الرسالة. كانت هذه الرحلة أكثر من مجرد رسالة علمية، بل تجربة إنسانية وعلمية عميقة تعلمت منها الكثير على المستويين الشخصي والأكاديمي. أجدد امتناني لكل من دعمني وساعدني وساندني في هذه المسيرة، وأتمنى أكون قد وفقت في تقديم عمل يليق بثقتكم الكريمة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.